ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا لاي واحده مستنيه حمل، وهو ازاي نزود فرص الحمل الطبيعي. يعني حاجات بسيطه جدا هنعملها وهتزود فرص الحمل معاكي، من غير ما تحتاجي تروحي للدكتور او تاخدي منشطات او تعملي اي حاجه. لا، وانتي قاعده في البيت حاجات هنركز فيها وهتفرق معانا جامد. وكمان هنقول يعني نصايح كده للزوج، لان معظم الفيديوهات بتركز على حاجات الست تعملها، على الجانب الاخر الزوج ما حدش بيقول له اي حاجه، مع انه بيعمل حاجات غلط كتير وبتاثر جدا على الخصوبه. فهنقول له كده كام حاجه يركز فيها عشان نعملها ويزيد معاكي فرص الحمل. بس قبل اي حاجه، انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائيه النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه او متابعه، وتعملوا لايك للفيديو طبعا. ولو حابين تتابعوني على الابلكيشن المختلفه، انستجرام، تيك توك، الفيسبوك، هسيب لكم اللينكات تحت. يلا بينا نبتدي. طيب، اول حاجه وحاجه مهمه جدا وبقولها في كل الفيديوهات، ما ينفعش واحده ست ما تكونش عارفه ميعاد التبويض بتاعها، سواء متزوجه مش متزوجه، مستنيه حمل مش مستنيه. لازم نعرف دورتنا منتظمه او لا، والتبويض بيحصل امتى. طيب، هنحسبها ازاي؟ بطريقه بسيطه جدا عشان خاطر ما تبقاش صعبه على اي حد. احنا بنحسب مدة الدورة. ايه هي مدة الدورة دي؟ مش اقصد بيها الوقت اللي بينزل فيه الدم، لا، اقصد بيها من اول يوم في نزول الدم لاول يوم في نزول الدم الشهر اللي بعده. هي دي مدة الدورة. عند معظم الناس هي 28 يوم، في ناس عندها اكتر لحد 38 يوم طبيعي، ولحد 21 يوم ده طبيعي جدا. طيب، ايا كان مده الدوره بتاعتك هنطرح منها 14 يوم، هيدينا اليوم اللي بيحصل فيه التبويض. هدي مثال بسيط عشان خاطر الناس تعرف تحسب لنفسها. لو انت مده دورتك 34 يوم، يعني من اول يوم في الدوره، اللي هو مثلا اضرب لك مثال، واحد في الشهر، والدوره اللي بعدها بتجيلك يوم 4 في الشهر مثلا. يبقى كده يوم التبويض بتاعك امتى؟ 34 يوم، هنطرح منهم 14 يبقى اليوم العشرين. طرحنا 14 من 34 يبقى اليوم العشرين هو ده اليوم اللي بيحصل فيه التبويض. مثال تاني، لو واحدة مدة دورتها من أول يوم لأول يوم 24 يوم، يبقى هنطرح 14 من ال 24 يوم، هيدونا اليوم العاشر. هل الطريقة دي هتحسب لنا يوم التبويض بالظبط؟ لا، هي ممكن تخلف يوم بدري يوم متأخر. احنا مش بنحسبها عشان ننشن على يوم التبويض، احنا بنحسبها عشان خاطر نعرف أسبوع الخصوبة. 4 أيام قبل اليوم اللي احنا حسبناه ده ويومين بعده، يبقى ده أسبوع الخصوبة اللي المفترض يحصل فيه جماع بانتظام. يبقى ده هياخدنا للنقطة التانية اللي هي مهمة جدا، إن يحصل جماع بانتظام عشان يحصل حمل. سواء يوميا او يوم بعد يوم، يعني مش تفرق خالص. كله هيؤدي الى حمل. طيب، بالنسبه لنقطه الجماع، هل احنا محتاجين طول الشهر يكون في جماع كثيف طول الشهر؟ خالص، ولا يفرق معايا خالص بره اسبوع الخصوبه ده. كل اللي احنا محتاجين نركز فيه هو الاسبوع اللي بتاع الخصوبه ده، اللي بتكلم فيه ازاي نزود فرص الحمل. بالتالي الجماع انه يكون مركز في الفتره دي، ده بيزود طبعا فرص الحمل جدا. طيب، هل في نصائح بخصوص الجماع احنا محتاجين ناخد بالنا منها؟ يعني مثلا في وضع معين يزود سرعه وصول الحيوانات المنويه او كميه الحيوانات المنويه، او عشان ما ينزلش منك حيوانات منويه اثناء الجماع وما يحصلش حمل. لا، الحقيقه نزول الحيوانات منويه بعد الجماع دي حاجه طبيعيه، واللي بينزل ده هو الزياده. والوضعيه احنا مش محتاجين نعمل اي احتياطات، مش محتاجه تنامي على ظهرك. الحيوانات المنويه عارفه طريقها وبتمشي حتى لو انت ما اتشقلبتيش او ما نمتيش على ظهرك او اي حاجه. فبالتالي مفيش احتياطات معينه بالنسبه للموضوع ده. الحاجه بس اللي ناخد بالنا منها ان الجماع يكون بانتظام وفي الفتره اللي احنا حسبناها، اللي هي فتره الخصوبه، اللي هي 4 ايام قبل التبويض ويومين بعده. طيب، النقطه اللي بعدهم، النقطه الثالثه دي مهمه جدا جدا. يعني انا متاكده ان اي واحده راحت تكشف عند دكتور نسا علق على النقطه دي. لو واحده وزنها قليل قوي او وزنها زايد قوي، ده طبعا بيتعارض مع التبويض، مع معدل التبويض، مع هرمونات الجسم، مع جودة حتى البويضة اللي بتطلع. فبالتالي لو أي واحدة عندها لخبطة في التبويض، أو عندها أي مشاكل في الدورة، أو حتى ما عندهاش بس ما بيحصلش حمل، لازم تحسن من وزنها، تخليه في الرينج الطبيعي. فبالتالي إن احنا نظبط وزننا ده، دي حاجة مش رفاهية. مش الدكتور مش بيعلق يقول لك مثلا لا لازم وزنك ينزل عشان مهتم بشكلك مثلا، ما تفرقش معانا خالص. لا طبعا، عشان بتأثر على التبويض وبتأثر على الهرمونات بتاعت الجسم. طيب، ده ياخدنا للنقطة اللي بعدها، وهي الاهتمام بالأكل وبالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وإن احنا نبعد عن الأكل من بره. طب ده يفرق معانا في إيه يا دكتور؟ يعني فيها إيه لو كلت من بره أو أكلت فاست فود، جانك فود، الكلام اللي هو مش إيه علاقته بالتبويض؟ طبعا علاقته إن هو أكل ما فيهوش أي قيمة غذائية، ما بيوصلش للجسم أي فيتامينات، وإحنا محتاجين الفيتامينات والبروتينات الصحية والألياف والكلام ده كله في تكوين. اولا عشان وزننا ما يزيدش، ثانيا الفيتامينات ومضادات الاكسده ده بيدخل معانا في تكوين الهرمونات، وبيدخل معانا في ان عمليه التبويض
والتواصل بين المخ والمبيض والكلام ده يكون صحي وسليم، ونكون بويضه صحيه. ده مضادات الاكسده اهميتها ان هي بتحسن وظائف كل اعضاء الجسم، فبالتالي بيطلع عندنا بويضه صحيه تنفع تتخصب. فبالتالي الاكل مهم جدا. طيب انت عندك مشكله، عندك انيميا، عندك وزنك زايد، عندك اي نقص في الفيتامينات، ده معناه ان انت مش بتاكلي اكل صحي. اكلك بيفتقر للحاجات دي، للفيتامينات والمضادات الاكسده والقيمه الغذائيه عامه. ما بتاخديش فيتامين سي، ما بتاخديش فيتامين بي، ما بتاخديش زنك، الكلام ده كله مش موجود في الاكل الجانك فود والاكل السريع والكلام ده. يبقى على الاقل ان احنا ناخد مالتي فيتامين، فيتامينات من بره. الفيتامينات دي في ستات بيبقى مثلا عندها تاخير بسيط، يعني مش هقول التاخير اللي هو فيه مشكله عندها عويصه، اللي هي الستات اللي بيبقى ما عندهاش اي مشكله ورغم كده في تاخر حمل، لما بتاخد فيتامينات بس او مضادات اكسده. ودي حاجه خطوه اولى كل الدكاتره بتعملها لما واحده تيجي عايزه حمل. اول حاجه بنعملها بنديها مالتي فيتامين او ومضادات للاكسده. دي الحاجه دي احيانا حالات بتحمل عليها كده بدون ما تعمل اي حاجه ولا تاخد تنشيط ولا تقعد تدخل في تحاليل ومصاريف كتير. بقى استخدمي النوع اللي يريحك وهيفرق معاكي ان شاء الله. اخر نصيحه، في حاجات معينه نبعد عنها. طبعا في حاجات نبعد عنها زي مثلا التدخين. عارفه ان معظم الستات ما بتدخنش، انما للاسف حتى التدخين السلبي لو زوجك هو اللي بيدخن كانك انت اللي بتدخني بالظبط. فلو زوجك بيدخن حاولي تبعدي عنه على قدر المستطاع، او هو يخرج يدخن في البلكونه مثلا او ينزل يدخن تحت، انما نحاول نبعد عن التدخين على قد ما نقدر. حاجه تانية الكافيين برضو ده حاجه يعني بكميه قليله مفيد جدا ومضاد للاكسده هو ذات نفسه، انما بكميات كبيره ده بيعمل حاجه زي ستريس على الجسم، يعني بيقلب العكس تماما وبيبقى مضر جدا لينا. فاحنا مسموح لنا بكوبايه او بالكتير قوي كوبايتين في اليوم من الكافيين. اكتر من كده هتبقى مضره وممكن تاثر كمان على فرص الحمل. طيب ندخل في نقطه مهمه، وهي ايه الحاجات اللي الزوج لازم ياخد باله منها. ودي حاجه ناس كتير بتغفلها كأن الحمل ده بيحصل من الست بس، لا، في حاجات كمان الزوج لازم ياخد باله منها. اول حاجه في ادويه لازم نبعد عنها، ما ينفعش الزوج ياخدها لانها بتاثر. انا مش هقول ان هي بتاثر تاثير جذري وبتدمر الدنيا، انما بتاثر على كميه وعلى عدد الحيوانات المنويه المشوهه وعلى الحركه، فبالتالي بتاثر على جوده السائل المنوي. الحاجات دي لازم نبعد عنها، زي ادويه السايميتيدين اللي هي بتاعه المعده. لو لقينا الماده الفعاله سايميتيدين او تاجمت نبعد عنها تماما. المضادات الحيويه زي اليوفامين ريتارد واللي هي نيتروفريتوين هتلاقوا برضو الماده الفعاله. يعني انتوا قبل ما تاخدوا الادويه تبصوا على الماده الفعاله او تسالوا حتى الدكتور هل في مشكله في الادويه دي او لا. اي حاجه بترفع درجه حراره الحيوانات المنويه، ودي حاجه يمكن كل الرجاله عارفاها، انما مش بياخدوا بالهم من حاجات بيعملوها وبتاثر على درجه حراره السائل المنوي وهو لسه في الجسم. يعني زي مثلا ان الراجل ياخد حمام ميه سخنه في مده طويله اكتر من نص ساعه مثلا، او ان الزوج مثلا يستخدم تايت اندر وير، يعني الاندر ويرز بتاعته او الغيارات بتاعته تكون ضيقه جدا. دي حاجه سيئه جدا وبرده بتاثر على جوده السائل المنوي. لو مثلا حد بيركب عجله، الحاجات دي بتاثر على جوده وكميه السائل المنوي. هي مش حاجه عضويه ومش حاجه مستمره معانا، انما لو الراجل عملها هتاثر على فرص الحمل والخصوبه. من الحاجات التانية برضو اللي الراجل لازم يعملها، طبعا احنا قلنا عن الستات ان هي تبعد عن التدخين وعن الكافيين. طبعا الرجاله بتدخن وبتشرب كافيين بنسبه عاليه، ده طبعا بيأثر على الخصوبه وعلى جوده الحيوانات المنويه. وفي رجاله بتاخد حاجات اكتر من كده، يعني اللي هم مش بيعتبروها مخدرات انما هي في الحقيقه مخدرات، وبتأثر جدا بالسلب على الحيوانات المنويه. لو حد عايز حمل لازم يبطل الحاجات دي، ودي فرصه كويسه ان هو يبطلها عامه يعني، بس دي لازم في الفتره دي بالذات ان هو يوقف الحاجات دي. اخيره لازم الزوج ياخد برده معانا من المالتي فيتامين اللي بناخدها ومن مضادات الاكسده. بالعكس يعني الراجل لو عنده اي مشكله في الحيوانات المنويه فده علاجها. يعني الست بيبقى فيه علاجات ممكن نحتاج تنشيط وممكن نحتاج، انما في معظم الحالات في الرجاله مجرد ان هم ياخدوا الفيتامينات دي بتكون حل للمشكله، والحيوانات بترجع عددها كويس ونسبه التشوهات اقل. فبالتالي الموضوع ده مهم جدا لاي راجل. لو في تاخر حمل بسيط، يعني لسه ما دخلناش برده في المرحله اللي هو لازم نروح فيها للدكتور، يبقى نبتدي الزوج والزوجه الاثنين ياخدوا من المضادات من مضادات الاكسده او الفيتامينات المختلفه. ده هيحسن معانا جدا وهيرفع معانا نسب الحمل. في اخر الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وخدتوا يعني نصايح
سهل تطبيقها اهم حاجه، عشان خاطر لو انتم مستثقلين ان انتوا تطبقوا الحاجات دي ما يبقى ملهاش اي لازمه. انا حاولت اقول حاجات بسيطه وسهله التطبيق وهتفرق معانا جدا في النتائج، وهتفرق معاكي جدا في نسب الحمل، وناس كتير هتحمل عليها بدون ما تحتاج للدكتور. لان احنا لو استنينا سنه من غير ما نعمل اي حاجه، 80% من الحالات زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، 80% من الحالات هيحملوا لوحدهم. طيب احنا مش عايزين بس النصايح اللي انا بقولها دي عشان مش عايزين نستنى السنه كامله، احنا عايزين نحمل يعني لو انت مستعجله على الحمل او حتى مش مستعجله بس مش عايزين نستنى مده طويله. الفيديو ده كفايه جدا ان انت يحصل حمل وبدون انتظار فتره طويله. وما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا منه، وتابعوني دايما. انا دكتوره ياسمين سعيد.